مساء الخير. مساء الخير عليكم من أي مكان بتسمعوني فيه. رجعت لكم تاني بحلقة من سلسلة علاقات، والنهاردة هنتكلم عن حاجة تخص كتير من الأشخاص في العلاقات بيعيشوا الحالة دي، اللي هي التبعية أو الشخص التابع، الشخص اللي ما بيعرفش ياخد قرار في حياته ومحتاج دايما حد يدير له أمور حياته. فبالتالي لما بيرجع وبيدخل في علاقة بيكون الشخص التاني أو الطرف المقابل ليه هو القائد في العلاقة. نعمل كذا، ما نعملش كذا، نروح هنا، نيجي هنا، وبيكون الشخص التاني ملغي تماما. في ناس كتير ما بتعرفش تعمل حاجة غير لما تاخد القرار من حد. طبعا الأمر شورى بينكم، دي ما فيهاش كلام، ولكن مش لدرجة إن أنا ألغي نفسي أو ألغي دماغي. لازم تبقى عارف ولازم تبقي عارفة إن أي شخص مهما بلغت درجة حبه ليك في الأول وفي الآخر بيكون بيخدم مصالحه الشخصية. بمعنى لو أنت في علاقة مع حد وعايز تعمل خطوة مثلا وليكن في مستقبلك، والخطوة دي مربحة جدا ليك، ولكن هيقع عليه هو ضرر، زي مثلا لو انت هتشتغل في المجال ده فحياتك هتتوسع، هتتنقل في مكان تاني، هتسافر في مكان تاني، فتبص تلاقيه بينهيك عن انك تعمل ده وبيفهمك ان ده هو الصح، مش لان هو ما بيحبكش او لان هو مش عايز لك الخير، بس لانه في الاول والاخر بيشوف الخير من وجهة نظره الشخصية، بيخدم مصالحه هو في الاول. لما حبيبتك أو حبيبك يقولك ابعدي عن فلانة أو فلان لأنه إنسان مش كويس، مش بالشرط أبدا إن يكون الشخص ده بالفعل مش كويس، بس هو شايف إن قرب الشخص ده منك بيمثل خطر بالنسبة له. أنا مع الأنانية في الحب، وأي إنسان بيحب إنسان بيحب يبقى معاه ويبقى ليه، ولكن أنا هنا بقولك لازم تفهم إن الحب أناني، وإن الشخص اللي قدامك بيدور على مصلحته في المقام الأول. ما تحكمش على حد هو قالك اقطع علاقتك بيه، ما تحكمش على شغل جالك في مكان، على خطوة انت عايز تاخدها في حياتك الا بدماغك انت. لازم يكون لك دماغك الخاصة بيك، حياتك تفكيرك يكون نابع من دماغك انت، قراراتك من دماغك انت. ما ينفعش ابدا تخلي حد يمشي لك خطواتك بدماغه. حط في دماغك محدش هيحب مصلحتك من المقام الأول ويبقيك على نفسه غير أمك وأبوك. نقطة، انتهى. أي شخص في الحياة، صديق، حبيب، أخ، زوج، بيخدم مصالحه الشخصية. مش بقول لكم ما تسمعوش كلام الناس اللي انتوا بتحبوهم أو ما ترضوهمش، لا، ارضوهم واسمعوا كلامهم وشاركوهم خطواتكم، ولكن في حدود المعقول، في حدود المقبول. لازم عقلك يكون شغال، ده صح ولا غلط؟ الشخص اللي قدامي ده عايز مصلحتي ولا عايز مصلحته هو في المقام الأول؟ الشيء ده مش هيبقى مناسب بالنسبة له، وشوف ساعتها انت حابب ترضيه حتى لو هتيجي على حساب نفسك، ولا انت حابب تكمل في خطواتك. لكن تلغي دماغك وتقول هو بيعمل لي الصح، مفيش حد بيعمل لحد الصح. لو هو بينصحك بالصح بنسبة 80%، في 20% بيخدموا مصالحه الشخصية. ياريت تكون المسج وصل. ما ينفعش نبقى تابعين لحد، ما ينفعش حد يدير لنا أمور حياتنا. دماغك هي اللي تمشيك، تاخد الرأي والرأي الآخر، ولكن في الآخر تعمل الأنسب ليك. شكرا، استنوني الحلقة الجاية من سلسلة علاقات.